ها هي 21,000 كتاب، 21,000 كتاب من الكتب النفيسة لعبات عليها الأراضة، لعبات عليها الأراضة، ما خلات لا غلاف لا ورق. كتب نفيسة ما عندهاش ثمن، كتب نفيسة. ومرة أخرى كنجدد النداء ديالي للسيد معالي وزير الثقافة، الشاب الطموح المحب للثقافة، تنتوجه ليه بنداء بحق الثقافة اللي جعلت منه وزير، أنه يغيت هاد الكتب هادو، يغيت هاد الكتب هادو، لأننا وصلنا لواحد المرحلة اللي ما بقاش لينا عند من نتقلبو، عند من في من نشوفو. بالله عليك معالي وزير الثقافة، ها هي كتب اللي حاولتوا انكم تجمعوها تكونوا منها حضارة ديال الأمة، ها هي تباد. لا تحققوا حلم بني أمية في حرق المكاتب معالي السيد الوزير، إنه بلدكم، غيتوه. زوار مساء الجهة الكرام، مباشرة من خزانة اليعسوب ببوقنادل المجاورة لجماعة بوقنادل. اليوم ننفتح على السيد عبد الكبير معروف، رئيس جمعية منتدى الشعراء. نعم سي معروف، منذ في الآونة الأخيرة تخوضون معركة من أجل الحفاظ واستمرارية هذه الخزانة التي تعرضت للضرر. لو تقربون أكثر مما تعرضت له هذه الخزانة. نعم، شكرا أستاذي العزيز، شكرا لجريدة مساء الجهة العتيدة اللي أسدت للمجتمع الجهوي واحد الخدمة اللي ما كنساوهاش. تتواجد الآن بخزانة اليعسوب التابعة لمنتدى الشعراء مع عبد الكبير المعروف محافظ الخزانة ورئيس الجمعية. تتواجدون اليوم واحد المكان اللي ضحينا من أجله وتحملنا واحد العبء ثقيل باش أننا نوجدوا خزانة بالعالم القروي واحد البلاصة اللي ما كاينه لا خزانة، ما كاين حتى شي متنفس، وكاين واحد العدد كبير ديال الطلبة اللي هم بحاجة إلى هذه الكتب. تحملنا عبئا ثقيلا، وآزرتنا مشكورة وزارة الثقافة بكل أقسامها، آزرتنا بكل ما نحتاج إليه من كتب. ولسوء الحظ أن هذه الهبة ديالتها كنا جبناها لواحد المكان الذي لا يستحق أنها تكون فيه خزانة، فجبنا كتب نفيسة جدا 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 لواحد المكان وحكمنا عليها بالإعدام. فهذه الخزانة هذه بعد ما دهمتنا المياه اللي هاجمتنا في الخزانة، تيضع فيها واحد العدد كبير ديال الكتب، ومنها 9 ديال الأعداد من الموسوعة ديال ابن خلدون. آسف أننا رجعنا لعهد الأمويين، عهد وأد الخزانات وحرقها. يؤلمني جدا جدا، يؤلمني جدا أنني ننقل للمواطن المأساة ديال الخزانة ومعاناة الجمعية اللي تحملت لعبء ثقيل، وتوجهنا لبعض الجهات اللي وعدتنا مشكورة على أنها تساندنا في ترميم وإصلاح ما يجب إصلاحه. رأفة ورحمة بهذا الكتاب، وحبا في ذاك الطالب الباحث اللي تيخصو يهود الأماكن بعيدة باش أنه يلقى كتاب، وحنا موجدين له قراب هنا. بالمناسبة أن الجمعية جمعية متطوعة لا تتقاضى أجرا على هذا، بحيث أننا منذ 2009 إلى يومنا هذا المنحة الوحيدة كانت 10,000 درهم، ربما لا تكفي حتى للورق. نحن اليوم في أزمة لمحاربة ودرء المفسدة. نحن نحارب
من أجل هذه الكتب اللي بقات من هذا سميتو. ألا وعسى أن واحد الطالب إلا جا يلقى باش يقرأ ولا يلقى اللي يعاونو في البحث والتدوين. نعم، طرقتم مجموعة من الأبواب لحل هذا الإشكال. لو تقربنا أكثر من الأبواب التي طرقتموها. نعم. كنعرفوا بأن وزارة الثقافة ماشي من الاختصاص ديالها ديال أنها تسير خزانة في العهد سميتو لأنها ما تابعاش لها. تبرعت علينا بما يجب، بكل ما يجب، وبقينا في المنطقة ديالنا. فراسلنا السيد العامل، راسلنا وزارة الداخلية من أجل رفع الضرر، واتصلنا بالسيد رئيس الجماعة، طالبنا وعاودنا طالبنا من أجل رفع الضرر وإنقاذ ما يجب إنقاذه. كانت المراسلة ديال السيد العامل هو أن حالنا على السيد رئيس الجماعة، لكن ولسوء الحظ ربما ما قدرناش أو لا ما عرفناش أننا ندقوا في الباب الصحيح، على أين أن الوعود كاينة كلها، واللي يتلج الصدر وهو أن اتصالات من بعض الإخوان اللي دارنا في مأزق وفي حرج، بحيث أن الإنسان من تيجي تقول لك أنا نعاونكم على هذه الخزانة تنوليو قدام الفكرة ديالت وياك ما هذا سياسي، ياك ما بغى يركب عليها، ياك ما غادي يخلق لنا مشاكل سياسية مع أحزاب، ولينا في مأزق، في حين أننا كنتعاملوا في بلادنا مع الناس سواسية كلها أحزاب ديالنا. فإلا مشيت قبلت اليد ديال هذه الجهة هذه غادي تقلق عليا هذه. هذا هو اللي جعلنا في مأزق، وولينا كنشوفوا هذه الكتب تباد قدامنا والأيادي ديالنا مغلولة مكتوفة، ما نقدروا نديروا والو. نعم، كلمة أخيرة أو رسالة. ما يمكن أن أقوله أننا نستغيث، عتقونا، عتقوا الكتب ديالكم، عتقوا الثقافة ديالكم، غيتونا، راه أي تصرفقة راه نفعانا، راه خزانة ديالكم هذه، راه البلاد ديالكم هذا. كنطلب الله سبحانه وتعالى باش يعجل بالشفاء لمولانا صاحب الجلالة سيدي محمد السادس أطال الله بعمره، وأقر عينه بولي عهده والأسرة المالكة جمعاء. وبالمناسبة وأنا كنتذكر رمز الأمة ديالنا، أتذكر معه أناس صنعوا هذا الوطن في انبعاث الأمة. سيدي محمد الخامس، سيدي محمد بن يوسف، مجموعة الخطب ديالو. أتذكر ذكريات من التراث المغربي للملوك العلويين الشرفاء. أتذكر صانع الملحمة الكبرى، المسيرة القرآنية بكل اللغات، بالعربية بالفرنسية، ورأيناه في القمر ونراه في كل ليلة. راعي الشباب والخطب الجمعاء. كتب تتعرض للإهمال، كتب صنعت المغرب وبالجهالة ديالنا، هاهما كيتلعبوا بالتاريخ ديالهم. وجه ندائي إلى صاحب الجلالة: يا مولاي، إن خزانة اليعسوب تباد، إن خزانة اليعسوب تباد، أغيثونا يا مولاي، أنتم الرجاء.